أن ننشئ قوى سياسية قادرة على فهم هذا الواقع. العراقي الآن من تقول له حزب كأنه تقول له بعث، حتى ده مدح كذا هو مجاد. ليش؟ لأنه ما تثقف سياسيا لمعرفة أن الديمقراطية تحتاج إلى تجمعات سياسية، مو الديمقراطية عملية الانتخاب. و20 سنة فاتت وأكثر ولم تحل الأزمة، ذلك لأن الذين يشتغلون في السياسة والشعب الاثنين لم يحلوا هذه الأزمة نتيجة وجود تنظيمات حقيقية ما هي اللي تخلي الناس ما تذعر. تنظيم خلي 3 أحزاب 4 أحزاب. احنا نتكلم في جونا الشيعي، تشوف هذا كله بأثر تاريخي. فلما نتحدث الآن شيعي والسني هذا لو أريد أرجع لك وأقول لك كان ماخذ طابع مماثل، لكن كل هذا ينبغي أن يذكرنا كمؤمنين أن احنا مرعيين. هذا تخدير. إذا تخدير ليش هو يعمل على البشارات؟ الرئيس الأمريكي يقول لن يظهر المخلص، خطاب رسمي الرئيس الأمريكي في حينه رونالد ريغان، لن يظهر المخلص في الشرق حتى تقوم مقتلة عظيمة في الشرق. طبعا هذا غبي ما يدري المقتلة العظيمة عليهم، هو يقصد قرقيسيا اللي يسمونها هارمجدون. اللي يكتب خلي أعيدها له، هارمجدون بالجيم، لكن العبرانية ما بيها جيم، وطبعا الأكادية أيضا ما بيها جيم. ثم لماذا يقول بإذني سمعة؟ مو واحد سولف لي في تصريحين. بنيامين نتنياهو يقول قبل 10 سنوات بإذني سمعته من قناة مؤيدة لهم في المنطقة شهيرة، يقول سيشهد العالم حدثا لم يشهد إلا كل 5000 سنة. بل استقال وزير الأمن القومي الصهيوني وعلل استقالته، ما أدري أتصور اسمه موشي شحال، علل استقالته بأنه ليس مستعدا للعمل مع إيهود باراك وبنيامين نتنياهو اللذين يبنيان سياستهما على أسس غيبية. هكذا يعني العملية ما ماخذيها على أنها مجرد غيبيات، بل على أنها أمر واقع. طبعا هي فيها تفاصيل شديدة. اللي يهمنا هو أننا عندما نعمل على أساس ترويض أزماتنا وعلى أساس تقوية الروح المعنوية لشعبنا فإننا لا نتحدث عن غيبيات. بل بالله عليك قل لي هل هناك تعبير أصدق وأدق من تعبير الإمام الصادق عندما قال يلتقي في الشام رمحان حتى لا يجدوا مخرجا فكلما رتقت من جانب فتقت من آخر؟ ونكو تعبير أدق من هذا. وأنا مختص بهذه القضية. ما اختلف في الشام رمحان إلا أيام معدودة وانتهى طول تاريخ الشام على الأقل الإسلامي منه. وكيف ينزل الترك الجزيرة؟ ليش جزيرة منه؟ شو يسمونه ابن الأثير الجزري، المنطقة الواقعة بين دجلة والفرات من منطقة الموصل وحلب تسمى جزيرة في عرف العرب، ومنها ابن الجزري مخترع التوربيد عندما كان ابن تيمية يقول أن الكيمياء بدعة وأن جابر بن حيان أسطورة ولا كذا، يشتم كما يشاء. فهذه الأشياء تقوي القلب حتى إذا قتلنا. وين العهد اللي ماخذينا نخلد؟ من منا لم ينظر إلى المرآة ويشاهد أنه، ما أدري ربما فيكم شباب بس أنا أتكلم عن نفسي وعن أقراني، ويشاهد أنه لم يعد في العمر بقية. وإذا كنا نحث الناس على شيء فنحثهم على الطاعة لله وللرسول وللإمام وللمرجع. ليش؟ هم يقولون شنو هاي ما المرجع؟ عندك نظام سياسي الطيعة، نظام سياسي أطيعة في تنظيف البلاد، في رفع الأنقاض، في مطالبته بكهرباء. مجد الأمة مو شغلة السياسي، مجد الأمة مو شغلة السياسي، وإلا صار نظام شمولي أوتقراطي. بل حتى بايدن لما فاز في الانتخابات قال عليه قبل 4 سنين، قال عليه ترامب إنه كاثوليكي، أي في طاعة البابا.
انت ما لك طاعة. بالمناسبة وين الطاعة هي تصير؟ القضاء منفصل والتشريع منفصل، بس ما بنتجي لحظة العداء ما يرجعون إلى قواعدهم اللي هم كاتبيها. المرجعية تريد عدم زج العراق في أزمات. ليش؟ احنا ما عندنا آمال، ما عندنا أعداء. أكبر عدو لنا الفوضى، أكبر عدو لنا الفوضى، وهذا تاريخنا. أنا أدري حتى الأخوة الذين يحبون الاستماع إلي ربما يقولون في سرهم أنك تغرق في التاريخ، وكل قضية حتى إذا واحد يسألك عن بشار تروح صحيح، هو كله في التاريخ. الفوضى والهمجية مو اليوم أنتجت. روح اقرأ عن الشطار والعيارين وكيف أنهم كانوا مؤثرين في حرب المأمون والأمين، كانوا بمنتهى الجهل وكانوا منظمين. لكل 10 من العيارين اللي هم ما يشبهون إلى حد من الفتوات، طبعا هم عادي فقراء بس رؤسائهم، يقولوا لكل 10 منهم عريف، ولكل عريف نقيب، لكل 10 عرفاء نقيب، ولكل 10 نقباء عقيد، شو مسمينا ما أدري شنو، قائد، ولكل 10 قادة أمير. تلاحظ 4 خانات يعني 10,000. هؤلاء كانوا إذا حدثت فوضى يدخلون إلى قصر الراضي، من غير ما أسف على الراضي، لكن اختلال النظام السياسي ما يؤدي إلى تطور، يأخذون البساط من تحت أقدام الراضي. أمريكا نظريتها المعلنة مو السرية الفوضى الخلاقة. الفوضى الخلاقة الفوضى ما خلاقة، الفوضى لا تصنع شيء. فلماذا الفوضى الخلاقة؟ لأن هؤلاء المشارقة ينبغي ألا يهدأوا. طبعا هذه نظرية كونديليزا رايس، لذلك أي واحد يتكلم عن نظرية المؤامرة وأنها ما عجبته أنا أشك أنه مدفوع أن يتكلم عليها. ليش؟ لأنه في الغالب يتكلم عن نظرية مؤامرة إحنا ما حاكين بها. يقول جماعة نظرية المؤامرة يرون أن الكرة الأرضية مسطحة ولا تخصنا، وأن هناك ناس في القطب الجنوبي يديرون للأوضاع. عمرنا ما قايلين هالشكل. نظرية المؤامرة هناك قوى إمبريالية تستولي على العالم وتجعل من عملتها الورقية ما يعادل الذهب، وتمنع الشعوب من أن تكون منتجة، وتقتل رؤساء. وأنتوا قلتوا، أنتوا احترفتوا. أنا قدمت سابقا عن جون واتكنز أو هوكنز أو كذا، القاتل الاقتصادي، بإمكان أي واحد يشوفه. هذا اعتراف، بالإضافة إلى عشرات الاعترافات المدونة، ومقتل مجرد مؤلف لكتاب أحجار على رقعة الشطرنج، مجرد ألف كتاب. بل عملية مقتل الرئيس كينيدي أعذارها قبيحة، ما تليق مو بدولة، ما تليق بمختار مال حي، أنه يجي واحد منفعل ويقتل القاتل، ويجي واحد منفعل ثاني ويقتل الشرطي القاتل، الشرطي كان قاتل. والتسجيلات قالوا ما كنا جايبين تسجيلات، ما كنا جايبين، تذكرونها الأشرطة يعني كان التسجيل على شريط، اللي كان الأقدمين يسمونها بكرة. فنظرية المؤامرة هي حقيقة تدار بها الأمم.